السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من مطبخ ريما. فيديو النهاردة من الفيديوهات الجميلة جدا. هنعمل وصفة من احلى واسهل الوصفات اللي بنعملها دايما، وبتبقى منورة كده في العزومات وعلى السفرة، بتبقى في منتهى الجمال، وتنفع كمان في يوم اقتصادي، بتبقى ولا اروع من كده. هنعمل صينية البطاطس في الفرن، بس بكل تركاتها واسرارها. احلى صينية بطاطس ممكن تعمليها. هنعملها بطريقة سهلة، مكونات كلها في البيت، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. يلا بينا نشوف المقادير وكمان طريقة التحضير. بس ما تنسيش لايك حلو للفيديو، واعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ الحلقة. اول حاجة معايا عشان نعمل صينية البطاطس الحلوة دي، محتاجين كام حاجة بسيطة كده. عندي هنا حوالي 3-4 حبايات من البطاطس بالشكل ده. بطاطس طبعا مقشراها وغسلها كويس، وهنبتدي نقطعها دواير كده تكون بسمك عريض شوية. تمام. عندي كمان حوالي 4 بصلات صغيرين او متوسطين، وهنبتدي برضو نقطعهم دواير او سلايس، التقطيع اللي انت بتحبيها. عندي فلفلاية رومي بالشكل ده كده، برضو دواير او اي شكل بتحبيه. وكمان هنا معلقة سمنة صغيرة، او ممكن تستبدليها بالزبدة برضو، بتبقى جميلة جدا. تمام. عندي كمان حوالي 6 فصوص من الثوم، مقطعاهم بالشكل ده. الثوم البلدي بتاعنا او اي ثوم عندك، تمام، بتقطعيه التقطيعة دي. وبعد كده عندي حوالي 4 معالق من الزيت، زيت الاكل، كريستال او عباد براحتك جدا. عندي كمان عصير من الطماطم، حوالي معلقتين، حوالي 4 طماطمات، سوري، وضربهم في الخلاط بالشكل ده كده. تمام. عصير طماطم كده يكون فريش يعني طازة معانا، حوالي 3-4 طماطمات كده مضروبين بكوباية مية في الخلاط، بيبقى بالشكل ده. وعندي كمان ملح وفلفل وكمون الاساسي جدا معايا. تمام بالشكل ده. دي كل المقادير الحلوة اللي محتاجينها: بطاطس، بصل، فلفل، سمنة، توم، زيت، ملح، فلفل، كمون، عصير طماطم. هنبتدي ناخد البطاطس بتاعتنا بالشكل ده، هنقطعها دواير بالشكل ده، تكون بالسمك اللي قدامنا ده. انا بس هوريكي شكل التقطيع عامل ازاي، وهكمل كل الكمية انا وهنرجع نشوفها. تمام. السمك بيبقى عامل كده، ولا هي تخينة كتير ولا هي رفيعة كتير. تمام. بالطريقة ديت اهوت. وهقطع البصل برضو بالشكل ده كده، وهنشوف الشكل هيبقى عامل ازاي في الاخر. بدأت اقطع كمية البطاطس بتاعتي بالشكل ده كده، وده شكلها معايا، مش عايزاها ولا رفيعة جدا ولا تخينة جدا، بالشكل ده كده. تمام. وزيها برضو قطعت البصل بالطريقة ديت، عايزاه دواير، عايزاه جوليان اللي هي جوانح، براحتك قوي. تمام. هنبتدي ان احنا نعمل الصينية بتاعتنا الحلوة، وهنجيب صينية فرن عندنا استانلس او بايركس او اي نوع بتحبيه تشتغلي. تمام. المتوفر جدا. صينية الفرن عندي اهيت. هبتدي انزل اول حاجة معايا بالبصل. تمام. 3-4 بصلات كده، عليهم كمان الفلفل الاخضر بالطريقة ديت، فلفل اخضر رومي او مثلا حراق وبارد براحتك جدا. عليه كمان الثوم. تمام. وهنجيب كمية البطاطس الحلوة بتاعتنا وهننزل بيها بالشكل ده كده. تمام. 4 بطاطسات، او الكمية اللي بتحبيها طبعا المتوفرة عندك. تمام.
ونقلب الكلام الحلو ده كله مع بعض. تمام. لسه بقى هنحط لها شوية حاجات كده هتديها تطعيمة في منتهى الجمال. هكلمك شوية عن البدايل. ممكن تستبدلي عصير الطماطم بصلصة الطماطم، ومعاها كمان حوالي كوبايتين من المية. تمام. لو مش متوفر عصير طماطم استبدليه بصلصة الطماطم. تمام. بتديها برضو تطعيمة جميلة جدا. بعد كده هننزل بايه؟ بمعلقة السمنة. معلقة سمنة حلوة كده، وممكن كمان تحطي زبدة لو متوفر. هناخد برضو معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معاها برضو معلقة صغيرة من الكمون على الكزبرة، ومعاها كمان نص معلقة الملح. حلو كده، بسيطة جدا وخفيفة وسهلة، مش هتاخد حاجة معاكي. وندي تقليبة جميلة كده، ويفضل طبعا تكون بالايدين. تمام. نعمل كده عشان تغلفي كل الخضار اللي عندك. المعلقة طبعا مش بتساعد في الخطوة دي، فضروري قوي تستخدمي ايديكي. ندعك شوية كده فيها، ونتأكد ان كل المكونات اختلطت مع بعضها وخدت من ريحة وطعم كل الخضار بالطريقة ديت. نحاول نطلع البصل بس كده، ونجيب عصير الطماطم الحلو بتاعنا وننزل بيه كده على صينية البطاطس بالطريقة السهلة ديت. كمية الطماطم براحتك قوي، عايزة تزوديها او تقلليها زي ما تحبي. زيها برضو كمية السمنة، لو عايزة تستبدلي السمنة بالزيت مفيش مشكلة. لو عايزة مثلا تحطي سمنة بس تمام، لو زيت بس برضو بيديها طعم جميل. تمام كده. وبعد كده هنعمل هننزل بالزيت الحلو بتاعنا، حوالي 4 معالق زيت. في كمان اضافة حلوة جدا، لو عايزة تضيفي مثلا نص مرقة فراخ، مرقة دجاج، بتديها تطعيمة ولا اروع من كده. ونقلب كل الكلام الحلو ده. صينية البطاطس بتاعتنا عملناها بكل بساطة، مفيش فيها اي مشكلة خالص، وده شكلها معانا. وهنبتدي ان احنا نضيف لها اضافة صغيرة جدا، وهي كوبايتين من المية. تمام. عشان طبعا الخضار ده عايز يستوى شوية ويكمل السوا بتاعه، ومفيش اي سوائل في الصينية، فضروري قوي تبقى فيها حوالي كوبايتين من المية. ونحركها بالشكل ده كده، او نقلبها كمان بالمعلقة عادي قوي. ومظبطين لها طبعا الملح والفلفل والكمون، وفي منتهى الجمال. هنرفعها طبعا على النار، وبتاخد لها حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة. تمام كده. واتكلمنا على 4 اسرار طبعا للصينية الحلوة دي، وهي البدايل بتاعتها. عايزة تستبدلي عصير الطماطم بصلصة طماطم ومعاها كوباية مية، بتبقى حلوة قوي. لو عايزة تشيلي الزيت وتستبدلي سمنة، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. او كمان تحطي سمنة وزيت زي ما احنا عاملين كده، بتديها تطعيمة ولا اروع من كده. وكمان لو عايزة تحطي مرقة الدجاج، بتديها تطعيمة حلوة، بس انا حبيت تبقى الطعم بتاعها ولونها وريحتها طبيعية وما فيهاش اي مشكلة خالص. تمام. وزي الصينية الحلوة اللي متعودين عليها. وفي اضافة اخيرة، لو حابين كمان تبدلوا عصير الطماطم بالصلصة وتحطوا 2 مع بعض، بتديها تطعيمة جميلة. دي بس شوية البدايل اللي حبيت اقولها لك عشان تبقي عندك فكرة عنها. تمام. هنسوي الصينية الجميلة بتاعتنا ونرجع نشوفها عاملة ازاي. بس ما تنسيش لايك حلو للفيديو، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.
واعملي اشتراك في القناة ودوسي على سبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات الحلوة. وده شكل صينية البطاطس بعد ما عملناها في الفرن، بقت في منتهى الجمال، تحفة جدا وسهلة وسريعة وخفيفة وما خدتش اي وقت معانا خالص. هتاخديها كده وتحطيها على السفرة وبتبقى منورة كده وشكلها تحفة جدا. عرفنا ازاي في الفيديو ده نعمل احسن صينية بطاطس تطلع معاكي 100% ولا اروع من كده، شكل ولون وريحة مفيش احسن من كده. هي طبعا سخنة جدا عشان لسه نازلة من على البوتاجاز دلوقتي. مقاديرها زي ما قلتلك بسيطة وسريعة وسهلة. وهي تعالي نشوف مع بعض كده قد ايه هي مستوية وفي منتهى الجمال. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين عاملة ازاي؟ دايبة دوب كده. ده شكل وقوام البطاطس اللي احنا عايزينه تبقى بالشكل ده كده. ما تنسيش طبعا لايك حلو للفيديو وفعلي الجرس كده عشان يوصلك كل الفيديوهات الحلوة اللي بتنزل يوميا على القناة. وصفة من احلى واسهل الوصفات اللي بتعمليها في شهر رمضان وفي يوم اقتصادي، وكمان لو كل يوم بتعمليها جنب طبخة جميلة كده، فراخ محمرة او لحمة مسلوقة او ارانب، بتنفع جدا جدا. واستنيني في وصفات احلى واحلى ومطبخ ريما. سلام.